ايه اللي بيحصل في شارع فيصل؟ شفتوا اللي حصل؟ فيديو بيهاجم الدولة المصرية تم عرضه على شاشة دعائية لواحد من المحلات التجارية في شارع فيصل. فيديو بيهاجم بشكل شخصي الرئيس السيسي. ايه اللي حصل في شارع فيصل؟ القصة كاملة والتفاصيل تابعونا عشان نعرف. صور مسيئة للرئيس السيسي، اكتر من صورة وفي فيديو عرض في الشارع الرئيسي وكل الناس شافته. الفيديو ده كان عبارة ان واحد من الهاكر قدر يخترق اليافطة او اللوحة الاعلانية بتاعت واحد من المحلات، وقدر يحط عليها الصور اللي هو عاوزه. ومدة الفيديو اللي انتشر تقريبا وصل 30 ثانية تقريبا. الفيديو ده الناس كلها شافته في الشارع والناس كلها علقت عليه. بعد كده قدرت الشرطة ان هي تحكم السيطرة على الشارع، ودلوقتي بيتم التحقيق في ورا المتسبب او الهاكر اللي كان ورا الموضوع ده. من رأيك انت، مين اللي هيكون ورا الفيديو ده؟ ومين المستفيد وهيستفيد ايه؟ وايه الرسالة اللي حب يوصلها لما ينزل فيديو زي ده؟ هل ليه مغزى؟ وهل التوقيت ده يعني مقصود ولا هي جاي عشوائي كده والهاكر اختار اي وقت والسلام؟ قول لنا تحت في الكومنتات.